السلام عليكم. النهاردة هوريكم ازاي نحشي الفراخ بطريقة مفيش أسهل منها ومن غير تعقيدات. بجد أكلة جامدة قوي ملهاش حل وبتنفع في العزومات كطبق رئيسي. نبدأ بالشوربة. طاسة على النار، ولما تسخن بضيف عليها 4 معالق زيت أو زبدة، وأنزل عليهم ببصلة متوسطة متقطعة مكعبات. أقلبها لحد ما لونها يتغير يبقى لونها أصفر. أضيف عليها المية بالنظر كده، المية اللي تغطي الفراخ، وأسيبها على النار. نيجي للفراخ. معايا 3 فرخات وزن الواحدة 1.5 كيلو. بتكوني معرفة اللي انت هتجيبي منه الفراخ ان هي للحشي عشان يجهزها لك. غسلت الفراخ كويس بالمية والليمون. عندي خلطة محشي زادت معايا، هي بتتحشي بخلطة تانية بس انا هحشيها المرة دي بخلطة المحشي دي. بحشي الفرخة، بحط نص التجويف اللي جوه، مملهاش عشان اعمل حساب ان لسه الرز هيستوي وحجمه هيزيد. وبحط الكبدة والقوانص زي ما هي كده في الآخر، أعمل بيهم ساتر علشان الرز ما يخرجش من الفرخة. أدخل الوراك بتاعة الفرخة من الفتحة دي، وأخليها حاطة ورك على ورك، سهلة جدا. نعمل واحدة تانية. بحشي الفرخة تقريبا، بملى نص الفراغ اللي جوه، وأحط الكبدة والقوانص بتاعة الفرخة، بعمل بيهم حاجز أو كأني بعمل حيطة عشان الرز ما يخرجش منها. وأدخل وراك الفرخة من الفتحة دي، وأخليها حاطة رجل على رجل، بكتفها بالشكل ده. بعد ما خلصت الحشي بعمل بعمل فتحات في الفرخة بالسكينة من الجنبين كده علشان تدخل شوربة و... وتسوي الخلطة اللي جوه. نيجي للشوربة. أول ما غليت بضيف عليها الفراخ. الشوربة بتكون مغطية الفراخ عشان الفراخ تستوي معايا كويس، وبضيف ملح في الوقت ده عشان الخلطة اللي جوه فيها ملح. بسيبها لحد ما تغلي غلية قوية تانية، وبضيف الفلفل الأسود وورق اللورا وحب الهان، وأضيف عليها 2 طماطم متقطعين شرايح علشان تطعم الشوربة. بسيبها تستوي. أخدت مني 45 دقيقة على نار متوسطة. بتعرفي ازاي ان هي استوت؟ لما تلاقي الفراخ طلعت على وش الشوربة كده. بشيل الفراخ وبدخلها الفرن تتحمر، وبس كده خلصنا. شكلها عسولة قوي، أكلة ملهاش حل، حلوة جدا وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. ومادام وصلتوا معايا لآخر الفيديو يبقى الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.